وهو ماشي ما يعرفش ان الشنطه مقطوعه وبيقع منها الفلوس، فبتستغل الفرصه البنت الخدامه وبتسحب الفلوس بالمكنسه الكهربائيه، وهي ماشيه عشان تسحب الباقي بتلاقي ان دي اخر الوصله، فبتحط البانه في جزمتها عشان الفلوس تلزق في جزمتها، وهي بتمشي وراها عشان تاخد كل الفلوس، والولد بيبص عليها وبيقول لها فين اوضتي، وبتتخض وبتقول على مكان الاوضه، وبيعزم عليها باللبان بتاعه، واول ما بتاخد اللبان بيغمى عليها، وبعد شويه بتفوق وبتكون لابسه دهب وفستان في المطعم، وبتتخض وبتقول انا فين، وبقول لها اهدي مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه، تطلعي لمستوى اعلى من مستواكي، وبقول لها اطلب الاكل اللي انت عايزاه، وبعد ما بتطلب اغلى الاكل بيجي لها طلب غلط، فبتتضايق وبتحط جاتوه في وش زميلها اللي كانت شغاله معاه، وبيعرض عليها الجواز، والبنت من الفرحه بتصرخ وبتقول هيتجوزني، وبيجي واحد وبيقول لهم انا مأذون، وبيلبسها طرحه العروسه، وبيقول لها هل تقبلي الزواج منه، وبتقول اه طبعا، وبيقول له هل تقبل الزواج منها، وبيقول له لا طبعا، وبتقول له انت بتقول ايه، وبيقول لها انت فاكره ان انا هتجوز واحده قليله الاصل حراميه زيك، واول ما فكرت تعلي دوسي على زميلك، وبيسيبها وبيمشي، بتلاقي زميلها اللي دالت عليه جاتوه بيقول لها حسب الاكل اللي انت طلبتيه، وبتقول له مش معايا فلوس، وبديها مقشه ومساحه، وبيقول لها تمسح بيهم من الحمامات.